ازيكم؟ النهاردة هنعمل الشكشوكة بطريقة لذيذة. لو أول مرة تشوفوني، أنا شيماء. لايك وسبسكرايب. يلا بينا. الطريقة دي تنفع في الفطار، تنفع في الغدا. طريقة لذيذة جدا. في طاسة على النار هننزل بزيت بس أو زيت وسمنة أو سمنة بس حسب الرغبة. وبعد كده هنجيب معانا الخضار بتاعنا، بصل وطماطم وفلفل متقطعين مكعبات صغيرة. هننزل الأول بالبصل ونشوحه لحد ما يحمر معانا، يعني علشان عايزين نسبك فيه الطماطم. بعد ما البصل يتشوح معانا ويحمر، هننزل بالطماطم بتاعتنا برضو هنقلبها ونسيبها لحد ما تتسبك. بعد ما الطماطم بتاعتنا تتسبك وتوصل للقوام اللي احنا عايزينه زي ما هتشوفوا كده بالظبط، هننزل عليها بالفلفل. الفلفل هنا انا حطيت فلفل اخضر. طبعا تقدري تحطي فلفل ملون، فلفل حامي. طبعا المكونات دي زي ما تحبي. وهنقلب الخليط عندنا برضو لحد ما نحس انه استوى. بعد ما الخليط بتاعنا بيستوي هننزل عليه بالتوابل. التوابل هنا كمون وكزبرة وفلفل اسود. وبعد كده هنحط الملح ونقلب. بس كده الخلطة بتاعتنا بقت جاهزة. هننزل عليها بالبيض واحدة واحدة، ونعمل مسافة كده بين البيض علشان يتوزع كويس في الخليط. هنغطي الخليط بتاعنا بعد ما ننزل بكمية البيض بتاعتنا كلها اللي تحبوها، وهنسيبه يستوي على نار هادية. بيستوي بسرعة جدا وبيبقى جاهز على طول. ده شكله بعد ما استوى. طريقة لذيذة جدا، لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها. لو شفتوني لحد هنا أتمنى تدعموني بلايك وسبسكرايب. بالهنا والشفا.